يواصل سيراميكا كليوباترا نتائجه المميزة في الدوري ويفوز بهدف عكسي على كهرباء الإسماعيلية قبل السوبر ليتصدر الدوري مؤقتا. طبيب الأهلي يطمئن المدير الفني على جاهزية زيزو والشناوي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بالدوري. كريم فؤاد يصارع الزمن لاستعادة لياقته البدنية خلال هذه الفترة للدخول مع الفريق في المباريات القادمة قبل السوبر المصري. وليد صلاح الدين يحذر بشدة ياسر إبراهيم من استمرار الاعتراض على التحكيم والحصول على الكروت الملونة حتى لا يفقد الفريق أمام مصري البورسعيدي بالإنذار الثالث. طبيب الأهلي يكثف محاولاته مع أحمد رضا لمساعدته على التغلب على آلام الركبة المستمرة قبل السوبر المصري ليكون تحت تصرف الجهاز الفني. مصطفى فتحي يتعرض لإصابة عضلية جديدة ويواجه شبح الجياب عن بيراميدز في مباريات السوبر المصري. سعد سمير يتعرض لإصابة قوية في مباراة سيراميكا كليوباترا وكهرباء الإسماعيلية ويتمنى أن تكون بسيطة ليتواجد أمام الأهلي في السوبر المصري. حسام وإبراهيم حسن يترقبون بفارغ الصبر عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي مجددا واستعادة مستواه نظرا لوضعه ضمن أولوياتهم في كأس الأمم الإفريقية. ياس ثورب المدير الفني للأهلي يستغل الراحة التي حصل عليها الفريق في متابعة مباريات بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري وبعض مباريات بتروجيت لوضع يده على كل كبيرة وصغيرة في المنافسين القادمين. الأهلي يتأكد من مصادر في الكاف بوجود إمكانية لتخفيض عقوبة إيقاف غراغي شار خلال الفترة القادمة لتصبح الإيقاف مباراة واحدة فقط. أحمد يحيى وكيل اللاعبين يعترف بحدوث تواصل بين الأهلي ومحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز ووجود رغبة قوية لدى اللاعب في اللعب بقميص الأهلي رغم إغراءات بيراميدز لتجديد تعاقده. نادي بيراميدز يدرس جديا الدخول في مفاوضات مع يحيى زكريا ظهير أيسر غزل المحلة حال عدم تجديد محمد حمدي. نادي بيراميدز ينفي كل ما يثار حول تفاوضه مع أليو ديانج للانضمام للفريق مجانا في الصيف القادم. الأهلي يستقر بشكل كبير على رحيل اثنين على الأقل من الثلاثي أشرف داري وغرادي شار وديانج في يناير القادم لضم ثنائي أجنبي بكفاءة أفضل. جون إدوارد يؤكد عدم توقيع محمد السيد لاعب الزمالك للأهلي حتى الآن وعدم وجود جدية من الأهلي في المفاوضات، ويحاول استغلال الأمر للضغط على اللاعب ووالده للتوقيع على عقد جديد. تامر عبد الحميد يهاجم حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك ويؤكد أنهم وضعوا شرطا جزائيا في عقد جون إدوارد بقيمة 2 مليون دولار ولا يمكنهم الإطاحة به مهما فعل. يعلن اتحاد الكرة مواجهة المنتخب الوطني لنيجيريا وديا في استاد القاهرة 14 ديسمبر القادم، ومواجهة أوزبكستان وإيران أو كاف فيردي يومي 14 و 18 نوفمبر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية. الجزائري أحمد القندوسي يتعافى من الإصابة الصعبة التي تعرض لها ويعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه السويسري مجددا. محمد عبد الجليل يرى أن أحمد الشناوي يقدم مستوى مميزا، لكن لا يوجد حارس مرمى في مصر حاليا يستحق المشاركة أساسيا على حساب محمد الشناوي في المنتخب الوطني. يرى البعض أن فيريرا مدرب نادي الزمالك هو مدرب ناشئين وأقل بكثير من التواجد كمدرب للفريق الأول. قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أكبر من وليد سليمان مع الاحترام الكامل له، وهذا المنصب من المفترض أن يكون بالخبرات وليس بالتاريخ والألقاب. خوان ألفينا لاعب الزمالك هو لاعب عادي جدا وأفضل لاعب في الدوري بالفعل، ولكن أمام المحلة وإنبي فقط، ويختفي تماما في باقي المباريات. أحمد فتوح واحد من أفضل اللاعبين في الجبهة اليسرى في مصر، وكان من الممكن أن يعوض علي معلول، وكان هناك تمني بقدومه للأهلي يوما ما. الأهلي يحتاج إلى تدعيمات دفاعية قوية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى ظهير أيسر وظهير أيمن إلى جانب محمد هاني، والفريق لا يتحمل الانتظار أو التجارب. ياس ثورب لم يمنح محمد شكري الفرصة كاملة للحكم على مستواه الحقيقي، وكان يجب منحه وقتا أكبر للمشاركة. ياسر إبراهيم وياسين مرعي
أحق بالمشاركة أساسيا من أحمد رمضان بيكهام، ويرى البعض أن أشرف داري أقلهم أداء حتى الآن والأفضل رحيله. الاستقرار الدفاعي هو مفتاح الأهلي للمنافسة هذا الموسم، ومن الضروري جدا تدعيم الخط الخلفي في فترة الانتقالات المقبلة. الأهلي يطالب الكاف رسميا بعدم إيقاف جراديشار في خطاب رسمي بسبب قرار الحكم غير الموفق نتيجة عدم تواجد تقنية الفار، ويتقدم باحتجاج رسمي على قرارات الحكم. ياس ثورب المدير الفني للأهلي يعيد زيزو وتريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شكري وياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا في مباراة بتروجيت القادمة بالدوري. يستقر ياس ثورب على استمرار ديانج بجوار رمضان في خط الوسط في مباراة بتروجيت لغياب مروان عطية للإيقاف. طبيب الأهلي يؤكد لإمام عاشور صعوبة مشاركته في السوبر المصري لحاجته لبرنامج تأهيلي لفترة ما قبل العودة للمشاركة في المباريات. هناك إصرار كبير من إمام عاشور على التواجد مع زملائه واستعجاله العودة للملاعب، وهناك اتجاه في النادي لاصطحابه مع البعثة في الإمارات لكي يدعمهم من المدرجات.